شعارات رنانة يطرحها المرشحون حتى قبيل الحملة الانتخابية، معظمها تحتاج معجزة إلهية من أجل تحقيقها، وعود تتراوح بين الوهم وبين المفترض حدوثه، وتصور كل شبر من الوطن كأنه الجنة المهملة التي تنتظر فوز صاحبها بالانتخابات كي ينطلق في مهمة تغييرها. فمن المترشحين من سيشفي الأعرج والأبرص والأعمى، ومنهم من سيضرب بعصاه البحر ليشق طريقا لحشود العاطلين عن العمل، ومنهم من يعد ناخبيه بتحويل الأحياء إلى حدائق غناء حيث الخضرة وزقزقة العصافير، ومنهم من يعد ببناء الجسور والأنفاق ومحطات المعالجة، ومنهم من يعد بتوفير أرقى خدمات النقل والنظافة بالمدن والقرى، ومنهم من وعد بما يفوق صلاحيات وإمكانيات الأشخاص والمؤسسات، حتى أننا لازلنا ننتظر جزائر كاليفورنيا وجزائر اليابان أيضا. وإذا نوع من العبث يكاد يرتقي للكوميديا في مسلسل انتخابي برامجه سيئة الإخراج، عبارة عن صفحات صماء، وكم من هائل من الوعود والأرقام التي من الصعب أن يستوعبها المواطن تستخدم كطعم لناخب يؤرقه تغيير واقعه المعيش، فلا يتحرج البعض من العزف على أوجاعه. ومع تكرار الوعود الكاذبة من أحزاب متعددة وساسة من كل الاتجاهات، يبدأ الناخبون في فقدان الثقة في العملية السياسية برمتها، ويتضح ذلك جليا في تدني مستويات المشاركة في الانتخابات وتراجع ثقة المواطنين في الساسة وفي العملية السياسية. يحدث كل ذلك لأن القانون لا يحاسب المرشحين على وعودهم الانتخابية الكاذبة، فلا يستطيع محام من جمعيات حقوق الإنسان أن يرفع دعوى قضائية ضد مترشح لم يوفي بوعوده، فالقانون لم يجرب الوعود الانتخابية. وبعيدا عن مبدأ وعد الحر دين عليه، لم يحدث أن سمعنا عن وزير أو نائب أو مستشار أو رئيس حزب تقدم باستقالته لأنه لم يوفي بمطلب شعبي وعد به. وإلى أن نرتقي إلى مبدأ عطاء دون وعد خير من وعد دون وفاء، يبقى المستقبل ولا ريب ملكا للنزيه.